مساء الخير على كل حبايبنا الحلوين. النهارده يعني عايزكم تدعموني كده في القناه الجديده دي والاشتراك بقى واللايكات والحاجات الحلوه دي. ايوه ماشي، يلا بينا علشان ما نضيعش وقت عشان عندنا حاجات كتير قوي. في كده بوست خفيف كده عجبني قوي يعني. ايوه الله الوكيل يعني، داخل دماغي كده ومنخشش يعني. ايوه بس ما حدش هيعمله يعني. بص على البوست ده. يا والله العظيم، قال الاخت المحترمه ياسمين عز. وانتوا عارفين الاخت ياسمين عز دي، قال بتقول لك الست المفروض يعني قبل جوزها ما يجي من بره كده من شغله يعني تكون مدفيه له السرير. ايوه تولع فين؟ تولع في السرير. ايه والله، ولا حد بيعمل اي حاجه من دي. ايوه ربنا لا. يا خبتي ياما. قال تدفله السرير. ده والله العظيم، ده كل بوست انقح من اللي قبليه. والله العظيم انا بستغرب ربنا ازاي الحاجات دي بتنزل كده عادي وبتمر كده مرور الكرام يعني. واخد بالك انت؟ هم الناس دي ديانتهم ايه؟ الناس دي ايه؟ عايشين في كوكب تاني على راي سميد صالح. ايوه ده البوست يعني اللي استفزني قوي قوي. ايه ربنا العظيم. ايه بصوا كده، خليكم معايا. الاستاذه المحترمه الاخت المبجله ياسمين الخطيب بتقول لك ايه؟ بتقول لك لو الشرع يعني الشرع يسمح لها بالجواز اكتر من راجل هتتجوز 10 رجاله مع بعض. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه قوه عالميه وقوه ديناميكيه. ايوه والله العظيم. 10 رجاله مع بعض. ايه والله، ده انتوا عندكم امكانيات تبلعوا البحر يعني. كلكم والله العظيم كلكم. والبوست اللي جاي ده والله العظيم ده انا بصراحه انا ما اتخيلش ان انا اشوف حاجه زي دي. ايه ربنا يعني. انتوا عارفين الواد البت ده المتحول ده. ايوه الواد اللي اسمه ساهر المنذر ده. قال ايه يا اخواتي؟ خطوبته كانت من كام يوم كده. ايوه وبيقول لك تم بحمد الله خطوبتي على راشد، على الاستاذ راشد يعني. ما شاء الله. هتتجوز ولا هيتجوز الله اعلم. دي طب ده ازاي دي؟ طب دي ازاي دي؟ حلوها لي انتوا دي. ازاي ده يتجوز ده وازاي ويعملوا ايه وكده؟ حد يدخلها لنا في دماغنا يعني. ازاي يعني؟ وبيقول لك تم بحمد الله. مالك انت ومال الله؟ انت يا ملعون يا ابن الملعون. انت مالك انت ومال الله؟ دخلش ده في الموضوع. ايوه انت تتنيل تتجوز تتنيل تتهبق. واخد بالك انت؟ شايف نفسك واحده، شايف نفسك يعني اللي انت شايفه. مالكش دعوه. ايوه بيمين الله ومالكش دعوه. ايوه وربنا يوفقكم. طب انتوا هتخلفوا ازاي يعني؟ ما ده لا يكونوا برضو النوع ده بيخلف برضو. ايوه ويتكاثر كده ويملى لنا الدنيا بسكليتات من دي. ده ايه المرار الطافح اللي احنا بنشوفوه ده؟ انا اللي قررت والله ان انا اجيب الحاجات دي يعني ما تعديش كده، لان الكلام يعني يضايق اي حد. والله اي حد عنده نخوه كده لازم يتضايق يا اخوانا. ما هو مش معقول كده، مش اي كلام نقراه كده ويعدي كده ونجري الصفحه كده وخلاص. لا ما يعديش. انت بتعديها انا مش هعديه. ايه وربنا ما انا معديه. الاخت الممثله المحترمه اللي اسمها فدوى عابد. ايوه اسمها فدوى عابد دي. ايوه الاخت دي بتقول لك انا لو اتطلب مني يعني مشهد كده مثير كده وفي احضان وبوس وحاجات من دي انا هعمله، وجوزها هيدعمها. ما شاء الله. هيركب الاريا ويدعمها. ما شاء الله. احنا في ظهرك يا فدوى، احنا في ظهرك يا بنت. ايوه هيقف كده ويشجعها ويقول لها احنا في ظهرك. ايوه يعني خلي يعني ازاي يا اخوانا الكلام ده يا اخوانا؟ هي مش الحاجات دي اتلغى ولا لسه مكملين ولا ايه؟ لما الراجل يبقى واقف كده ويتفرج على مشهد كده في اي داهيه تاخده وهو في حاجات كده مثيره كده. يا ترى هيداري وشه وهيتكسف ولا هيبص ولا هيعمل ايه؟ يا دي السواد اللي احنا داخلين عليه. تعالوا بقى نشوفوا يعني اخت مروه صبري دي. قال بتقول لك ايه؟ حلم كل راجل في الدنيا انه يروح في البيت الست بتاعته تدلك له رجله وتدلك له ظهره وتهرش له في ظهره. تهرش له في ظهره دي اللي استوقفتني في الموضوع. ايه
ايه والله حكيت ما فيش واحده ست بتورث لجوزها في ظهره، هي بنتهى الكلام ده. دلوقتي بقى فيها الراشه، او تجيب كده حته عصايه كده وتقعد تهرش بيها كده، الست تهرش له في ظهره وتدلك له رجله. الزمن ده خلص من زمان يا اختي، الزمن ده خلص من زمان. ما يدلك رجله ولا يغور في داهيه. تعالوا كده نبصوا كده، تعالوا نبص على البوست اللي نازل ده. ايوه، اني كل ما اشوف بوست من دي يجنني من الكلام الفارغ اللي بيقولوه دي. ايه والله العظيم. طبعا الاخت الراقصه الفنانه الاستعراضيه دينا، ايوه، قال بتقول لك اني طول ما انا فيا نفس انا مش هبطل رقص، وهفضل شغاله درج رقص كده وحنجله والحاجات دي، واخد بالك انت. وانا اقول ليه زرغات يا جهنم حبايبك جايين لك. الله الوكيل داخلينها.